السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد. اليوم جيت نقدم معكم واحد الملويات تيجيو زويونين بالبصله والشحمه، تيجيو رائعين وساهلين تيوجدوا في وقت وجيز. حتى اللي ما عكزان ولا هذا ينوض ما يشوف هذا الفيديو غينوض ان شاء الله يصاوبهم. هنا عندنا الفرص، خديت انا زلافه ونص من الفرص وزلافه ديال الفينو، دائما تيكون الفرص كتر شويه من الفينو. انا خديت العجانه ديالي، ممكن انكم تعجنوهم حتى بيديكم علاش لا، ودرت معلقه ديال الخميره حيت الحال بارد، ممكن في الصيف تستغناو عليها، ودرت معلقه الملح. هنا تنوضعوا شويه ديال الماء دافي تنخلطوا به الخبز، تنخلطوا به هكا الخبز ديال الملوي حتى تيتعجن لنا ويتدلك لنا مزيان مزيان على هذا الشكل هذا اللي تتشوفوا. تنجبدوها ما تتقطع لناش، تنعرفوها راه تعركات مزيان. هنايا تندهنوا يدينا بشويه ديال الزيت وتنبوقوا على حسب الكويرات اللي حنا بغيناهم. الا كنا بغيناهم كبار تنديروا كويرات كبار، كنا بغيناهم صغار على هذا الشكل تنديروهم بحال هكا، ومن بعد تنخليوهم يرتاحوا، تنغطيوهم بواحد المنيدل نقيقي. وهنا تندوزو للحشوه ديالنا. هنا عندي 3 البصلات كبار، وعندي دوك الفليفلات اللي متواجدين عندي، وعندي ديك الشحمه ديال الكلوه راكم عارفين بنادم تيحتفظ بها في المجمد ديال العيد. هنايا تناخذ الخلاط الكهربائي ديالي، تنكون ديجا قطعت دوك الطراف ديال الفلفله والبصله غلاضين شويه باش نتحكم فيهم في الخلاط. وهنا تنوضعوا حتى الشحمه ديالنا مع تكون هذا جامده شويه، تصلح لنا اننا نحركوها مع نطحنوها مزيان مع ديك البصله ومع ديك المطيشه. طريقه جد سهله، بنادم ما يعقش ويغير شويه من داك الخبز والمرقه، ويغير بنادم الاكلات شويه تشهيت هاد المليويات دغيا وجدوا لنا. هنايا ملي تنطحنوهم تيجيونا على هذا الشكل هذا، تطحن البصله مع الفلفله. حتى الا بغيتو تستغناو على الفلفله تستغناو عليها، ديروا غير البصله والشحمه فقط. هانتوما الا لاحظتوا كي كتجي الحجوه تجي رائعه وغزاله. وبنادم الا بغى يدير يزيد الكفيته يزيدها، انا درتهم فقط هي بالبصله وواحد لوغو تيجي فيهم يا سلام. هنا تنوضعوا شويه ديال الملحه، وتنوضعوا شويه ديال التحميره، وتنوضعوا شويه ديال الابزار وشويه ديال الخرقوم، واكيد ما نساوش شويه ديال الزيت. ما نكثروش الزيت بزاف لحقاش عندنا ديجا الشحمه، والشحمه الا سخناها غادي تذوب. وتنزيدوا حتى شويه ديال الحرور على حسب الذوق كل واحد، وشويه ديال الخرقوم. واخيرا وضعت حتى شويه ديال المعدنوس كان عندي في المجمد وصافي. وهنا تنوضعوا المقله ديالنا فوق البوطه وتنشحروا هادشي. هانتوما تلاحظوا معايا تنبقاو نحركوا القوام مزيان حتى يتمازج بعضياتهم وصافي. وهنايا تنحركوا وتنخليوه يطيب على مهلو على نار هادئه شويه. هنا من بعد ما تطيب لنا الحشوه تجي فنه، تجي رائعه، والريحه ديالها يا سلام، تتشهيك انك تنوضي ديريها وما تعكزيش. وهنا لكم الاختيار، كي تيزيد الزيتون مقطع، كي تيزيد الكفته، كل واحد شنو تيبغي يدير. انا خليتها فقط طبيعيه، حشوه طبيعيه. هنا عندنا داك الفينو وعندنا زويته باش غادي نورقوا الملوي ديالنا. وهنايا ديك الحشوه من بعد ما تتبرد، اكيد خاصها تبرد باش ما تقبلناش العجينه ديالنا. وهنا العجينه ديالنا نزلات لنا مزيان، تنتحكموا فيها كيف ما بغينا. وهنا على سطح العمل تنوضعوا هكا الملوي ديالنا. غادي ندير لكم جوج الشكيلات. الشكل الاول هذا اللي درت تيجي مربع، تنتحكموا تنديروا الحشوه بزايد في الوسط، ودوك الجوانب تنديروهم هكا، تنطويو الاولى وتنقلبوها باش ما تحلناش، عاوتاني تنديروا الحشوه الثانيه، الطويه الثانيه من فوق تتبقى الحشوه في الوسط. وهنا تناخذ عاوتاني الثانيه تلاحظوا كي العجين تمشي معنا مزيان في يدينا، ما تتقطع ما حتى شي حاجه. هنا تناخذ الحشوه تنحاولوا اننا نمشيوها على الملويه ديالنا كامله. وما نساوش ديما تندير شويه الزيت وشويه الفينو باش يجيو مرق لنا وتيجي زوين. هنا عاوتاني تنبقاو هكا نلويوه شويه بشويه باش تيجي الشكل ديالو دائري. تنحاولوا تناخذ دوك الجنيبات وتندخلوهم في الملوي، وعلى هذا الشكل تنتابعوا العجين اللي عندنا كاملين حتى تنتهي. هنا ديك الزويته اللي كنا تنفرقوا بها اللي شاطنا تنوضعوا فيها شويه ديال التحميره باش تيجي الوجه ديالو محمر. الا بغيتو تستغناو عليها سي با غاف، ماشي مشكل. هنا حتى تنساليو ديك الملويات ديالنا كاملين على هذا الشكل هذا اللي تتشوفوا تيجيو زويونين، وتندخلوهم للفرن اللي تيكون ديجا راه حراره ديالو زعما مرتفعه شويه. هنا من بعد ما تيطيب لنا الملوي ديالنا تيجي غزال وتيجي رائع، وتنتمنى انكم تجربوه وبالصحه والراحه. ان شاء الله تعجبكم هادشي وهادي، وتنشكركم بزاف ونتمنى انكم تدعموني.